قريب المثال، جمال بلادي يحاكي الخيال. ومروان تروي جمال الوجود وموج المياه، صدور الخلود بتلك البراري بتلك النجود، تغنت الطيور وزارت أسود. جمال بلادي يحاكي الخيال، وفجر يشع بلون اللهب، فيكسو مروانة بلون الذهب، فتصحو العذراء تلم الحطب، وسراب يغني ويجني الحلب. جمال بلادي يحاكي الخيال. وبعد العناء شموع تزول، فيرمي الأصحاب عناء الحقول، فهذا ينام وهذا يجول، بقلب معنى وطرف يقول. جمال بلادي يحاكي الخيال. وليل محلى بثوب السلام، وبدر يطل وراء الغمام، فتصحو السماء ويحلو المقام، بهذا الهدوء يغني الحمام. جمال بلادي يحاكي الخيال. وما أجمل من الجزائر إلى أن ارتأى المركز الثقافي لمروان أن يحمل هذا الشعار، شعار جمال بلادي، في الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية الذي شهد أزيد من 100 مشارك. وكما أشرنا سابقا، ارتأت لجنة التحكيم إلى أن تختار 27 مشاركا من مختلف أنحاء الوطن من 19 ولاية. إذا أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، حللتم أهلا وطبتم سهلا، شرفنا وجودكم، نورتم من مكان مروان، تنثر عليكم عطر المحبة ويا ألف مرحبا وسهلا، طبتم وطاب ممشاكم مجددا. إذا مباشرة بدون إطالة أتقدم مباشرة إلى لجنة التحكيم وممثلها فرار عبد الرؤوف الذي سيقدم الكلمة نيابة عن لجنة التحكيم، فليتفضل مشكور تحت تصفيقاتكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى. بعد التداول بين لجنة التحكيم الأستاذة أمل ميموني والأستاذة بنساسي حياة، خرجنا بالنتائج، وكانت 3 مراتب الأولى، المرتبة الأولى والثانية والثالثة نقدمهم بعد قليل. ونتمنى من المشاركين أنهم قضوا معنا أيام طيبة، ويكون إن شاء الله الصالون عجبهم، وهذا هو المهم بالنسبه لنا. والنجاح تاع الصالون بالرضا تاع المشاركين. وحاجه اخرى كنت نحيل الكلمه الى الاستاذه امال ميموني تقدم باش تعطينا النتائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر أولا، من المفروض أنه لمحة موسيقية قبل أن أقدم كلمتي، ولكن أنا أرحب أولا بأصدقائي الذين أتونا من بعيد، وكذلك من أبناء الصحراء وعروس الزبان الذكرى، وصديقنا من مدينة مستيلة رفيق كحالي. والآن أحيل الكلمة إلى المنشط.
إذا شكرا تصفيقا لميموني الزاهية. إذا أعلنا هنا عن النتائج فنفقد حماس المشاركين، لكن لابد أن يعلن على الفائز في النهاية 3 فائزين. إذا وكما رفع أيضا المركز الثقافي مروان شعارا جميل، شعار كل مشارك فائز، وهذا شعار جميل يجعلكم دائما تتنافسون في الخير. إذا تمني لكم جميعا بالتوفيق، وفقكم الله إن شاء الله. إذا أمر مباشرة وإياكم إلى فاصل موسيقي مع فرقة نيوزيك. والنيوزيك هذه الفرقة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الأصالة الشوية والمعاصرة في الموسيقى. إذا رحبوا معي بالفرقة الموسيقية نيوزيك، معزوفة موسيقية على أنغام القصة مع الكسرة. مرحبا. لازم نديروا قصة.
تكون يكونوا عندك التي عزفت على الأنغام الشاوية وبالتراث الشاوي، هذا الشاوي الكسبة. إذا شكرا شكرا شكرا. هذا جزء من الذي ترونه أمامكم، هو عبارة عن لباس الشاوي الأوراسي. إذا أمر مباشرة إلى كلمة أيضا تلقيها السيدة بنت ساسي، عضو أيضا في لجنة التحكيم، عبارة عن كلمة تلقيها السيدة، فتتفضل مشكورة. تفضل. إذا تحية للسيدة بنت ساسي حياة. ونشكر بداية المركز الثقافي لمدينة مروانة وعلى رأسها السيد المدير على اقتضانه لهذا التظاهرة وهذه الفعالية، وهنيئا لكل المصورين وهنيئا للصورة بعودتها. ونتمنى لكل المصورين أن يكونوا قد قضوا في رحاب مدينة مروانة وقتا ممتعا مفيدا. وهذا ما لدي أن أقول، وتحية كبيرة لكل المصورين وهنيئا للمصورين بهذه الفعالية. وأتمنى في المرة القادمة أن يكون تفاعل أكثر من سكان ومن فناني مدينة باثنا، هؤلاء الذين تخلوا هكذا عن هذه التظاهرة للأسف الشديد. وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم. شكرا للأستاذة بنت ساسي حياة على هذه الكلمة. والآن دون إطالة على متربصينا ومشاركينا في الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية مباشرة إلى تقديم شهادات المشاركة. أول مشارك سلوم العمري، فليتفضل مشكور. سلوم العمري. يتقدم رئيس أو عضو من لجنة التحكيم سيد فراري عبد الرؤوف الذي يقدم شهادته. سلوم العمري وخلوفي مهاجي فليتفضلوا مشكورين. الاثنين يقدم فراري عبد الرؤوف، فليتفضل. فراري عبد الرؤوف يقدم شهادة المشاركة. إذن تصفيق سلوم العمري هذا المشارك. إذا والثاني خلوفي بهاجي. إذا تصفيق آخر للمشارك الثاني. ثالث مشارك بشير بن زين، فليتفضل مشكور. تصفيق آخر من ولاية غرداية، فليتفضل السيد بشير بن زين من ولاية غرداية. تصفيق آخر للمشارك بشير بن زين. المشارك الرابع بحري مقلح من من عين مليلة، من منطقة عين مليلة، فليتفضل مشكور. تصفيق حرة.
والخامسة ياسمينة العور، فلتتفضل مشكورة. المشاركة ياسمينة العور من ولاية باتنا. إذا العور ياسمينة هذه المشاركة. إذا تصفيقة حارة للمشاركة ياسمينة العور. إذا بهذا القدر وإياكم نذهب إلى فاصل موسيقي، أيضا فاصل موسيقي عبارة عن تراث شوي مع أغنية للمغني الشوي مارتينيسا، الفرقة نيوزيك التي ستقوم هنا بالعرض. إذا تصفيقة حارة للفرقة الحاضرة معنا، فرقة نيوزيك التي تنشر في المركز الثقافي مروان. تصفيقة حارة. شوف نعطيك النيمو تاع البيرسونال.
الموسيقى الشوية التي عزفت اليوم على أنغام الشوية المتنوعة. إذا أيضا والآن نكمل مشوارنا في تقديم شهادات المشاركة. والآن مع المشارك شرقي جمال الدين، فليتفضل مشكور. شرقي جمال الدين. إذا تحية لشرقي جمال الدين، وتقدم له الشهادة السيدة ميموني عضوة في لجنة التحكيم، فليتفضل مشكور. دودو إذا مشارك آخر طارق بن مخلوف يتفضل مشكور. طارق بن مخلوف. إذا تحية لهذا الناشط الذي أتانا من مدينة جيجل، والذي في مدة 5 دقائق قام بفيديو للرحلة التي قاموا بها إلى مدينة شارع. إذا مشارك آخر عماد رمضاني، فليتفضل مشكور. عماد رمضاني. تصفيقة للمشارك عماد رمضاني الذي أتانا من مدينة أو ولاية بزة. تصفيقة حارة. والمشارك الآخر رفيق دلبي فليتفضل مشكور. تصفيقة لرفيق دلبي الذي أتانا من مدينة قسنطينة. والمشارك آخر محمد قدوري فليتفضل مشكور. مشارك محمد قدوري أتانا من ولاية واتسو. تصفيقة للمشارك رفيق الذي قطع مسافة كبيرة ليصل هنا إلى المركز الثقافي مروانة، وأبى إلى أن يشارك في هذا الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية. ومشارك آخر محمد قدوري فليتفضل مشكور. عفوا كتيبة عموري تتفضل مشكور. عفوا حسانة من مدينة مير. إذا من مدينة مير. إذا والآن مع فاصل موسيقي آخر مع فرقة ميوزيك الشوية مع مغني برواد علاء الدين بعنوان باللغة العربية تفكرت، وباللغة الأمازيغية إن شاء الله سيغنيها. فليتفضل مشكور. ثقة للفرقة. بوجي بزاف تا روح ميوريها.
Oh
أرحب بضيوفي الكرام رفيق كحالي مصور من مدينة المسيلة ورئيس جمعية المسيلة للفن التصوير الفوتوغرافي حاضر معي هنا. أرحب جزيل الترحيب وتصفيقة حارة له. السلام عليكم. لي شرف بالحضور في هذا الصالون ولي صورنا كل فائدة خاصة رغم أن المشاركين وكما قال الأخ كل مشارك هو فائز. مشاركتنا جاية شهر السنة القادمة يكون أحسن من رئيس المشاركة ونكون حاضر معكم. مرحبا بك. شكرا لك، شكرا على هذه الكلمة. إذا أرحب بمجموعة الضيوف بوضياف عمار مصور فوتوغرافي من مدينة بسكرة والمشارك في العديد من التظاهرات من الصالونات الوطنية والولائية والدولية عفوا، وحاصل على عدة جوائز محلية ووطنية. كذا عيسى بودراع الصحفي في الإذاعة الوطنية الثانية الذي شرفنا بحضوره. أيضا بالضيف حسن سجني مصور فوتوغرافي من مدينة بسكرة شارك في العديد من الصالونات أيضا. وأسامة بن زاوي أيضا الصحفي من جريدة نيوز الأولاس نيوز، أهلا وسهلا بهم. وآخرا بن حراش صحفية في إذاعة قسنطينة، أهلا وسهلا بكم جميعا. إذا نكمل مع المشاركين، والآن معي عبد القادر شقرون. عبد القادر شقرون فليتفضل. شقرون من ولاية عباس. نحيا خليك إذن أيضا فتيحة بن حشاني فلتتفضل مشكورة المشاركة. فتيحة حشاني فتيحة حارة للمشاركة. يقدم لها الشهادة السيد حسن المصور الفوتوغرافي لدى المركز الثقافي مروان. شفتك اونسيان نورمالمون ريزيستي وخدمت بزاف. هنيئا للفائزين وهنيئا للمشاركين في الصالون الوطني للصورة. ايضا زينب عباد ايضا مشاركه زينب عباد فلتتفضل مشكوره. ولاية سكيدة تسبق لولاية سكيدة التي حضرت معنا. أيضا يوسف بن الهادي فليتفضل مشكورا المشارك.
وداد بوزربالة مدينة صيف واش باغي لا لا جوج بزاف إذا نأتي إلى ختام شهادات للمشاركة. هنيئا لجميع المشاركين في هذا الصالون الوطني. إن شاء الله كان الصالون الأول ولن يكون الصالون الأخير. والآن هنا لحظات الحسم ولحظات من هو الذي كان بالمرتبة المرتبة نبدأ بالمرتبة الثالثة. يتفضل معي أعضاء لجنة التحكيم السيد فلان زيد واحد سيتي مرار عبد الله فليتفضل. التي كان لها شرفا تختار الفائزين ثلاثة الأوائل معي من كبد الأوراس السيد فرار عبد الرؤوف تصفيقة حرالي من مدينة عين كبد الأوراس. ومعي أيضا السيدة رئيسة المرصد الجزائري للمصورين المصور الفوتوغرافية السيدة ميموني أمل بايت حرالي. وأيضا معي الأستاذة المحامية بنت حياة أيضا هي التي شاركت في لجنة التحكيم. إذا والخيار سيكون من الفائز الثالث. من هو الذي كان في نعم ستبدأ إذا من سيكون في المرتبة الثالثة ومن هو الفائز؟ أوحي الكلمة مباشرة إلى السيدة حياة بنت سيدي تقدم الترشيحات وتقدم لنا الفائز. يا ترى من هو؟ لعل المتسابقين واكيد انهم ينتظرون جميعهم من سيفوز بهذه المرتبه الثالثه في هذا الصالون الذي احتضنه المركز الثقافي لمدينه مروانه. هي البدايه لكل مصور وأهنئها قبل أن أذكر اسمها. قبلا أريد أن أذكر المرشحون لهذه المرتبة الثالثة. كتيبة عمي مور من ميلا، عبد القادر مرشحون عبد القادر شقرون من تلمسان، رفيق ديلمي من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة، بشير بن الزين من مدينة غرداية. والفائز بهذه المرتبة وهنيئا له هو من مدينة العلم والعلماء، هو من مدينة الجسور المعلقة، هو من مدينة الثقافة. أكيد أنكم عرفتموه، هو المصور رفيق ديلمي من مدينة قسنطينة. فمبروك للفائز. تحية للفائز في المرتبة الثالثة. يتقدم هنا المصور من مدينة المسيلة رئيس جمعية المسيلة للفن التصوير الفوتوغرافي يقدم الجائزة الثالثة المقدرة بقيمة 1,000,000 سنتين تصفيقة حرالي. هنيئا لأبناء العاصمة الثقافية، عاصمة الثقافة العربية مدينة قسنطينة. هنيئا لجميع الفائزين وتصفيقة حرة للفائز. شكرا للفائز ولجنة التحكيم. شكرا. إذا أمر إياكم إلى الفائز
حالفه الحظ أو ليس من حالفه الحظ، ولكن من جعلت أعماله أو عمل بجدارة لكي يحتل المرتبة الثانية في التصوير الفوتوغرافي، من كانت صورته مؤهلة لتنال المرتبة الثانية في التصوير الفوتوغرافي. معي السيدة أمال ميموني رئيسة المرصد للمصورين الجزائريين، هنا لتتحدد من كان في المرتبة الثانية ومن فاز بالجائزة الثانية. يا ترى من يكون؟ السلام عليكم. أنا بدوري أرحب بكل المصورين وأقول لهم والضيوف أيضا، وأقول لهم ليس هذا الاختيار معناه أن الصور التي كانت معروضة أنها ليست جميلة، بل أن كل فنان هو يعبر عنها بداخله ومشاعره. أما هذه الاختيارات فهي في المسابقة فقط. الآن أعلن عن أسماء المرشحين للجائزة الثانية: عماد رمضاني تبسة، فلا جنان سكيكدا، طارق بن مخلوف جيجل، محمد قدوري واد سوف، فتيحة بن حشاني باتنا. والجائزة يا ترى لمن تعود؟ الجائزة الثانية التي تقدر ب1500 دينار جزائري. عرضنا الأوراس بالرصاصة الأولى لإحياء الثورة الجزائرية، والآن هو في الصورة باسم ابنتها بن حشاني فتيحة. أنت تفضل ومدعو في المسابقة من مدينة باتنا كما قلت، مدينة الأوراس الرصاصة الأولى، والمصورة إذا معنيها لابنة الأوراس وتفقى حارة لابنة الأوراس بهذه المرتبة. المرتبة الثانية الجائزة المقدرة ب1500 دينار جزائري. يقدم لها الجائزة الصحفي عيسى بوداع. صحفي عيسى بوداع يتفضل مشكور. صحفي عيسى بوداع. يأتي مدير المركز الثقافي يزيد بن العقوم يقدم الجائزة لابنة الأوراس شرحها لمدير الثقافي بلباس البرنيس، بلباس تقليدي. إذا تحية وألف تحية. إذا معنيها لابنة الأوراس وابنة الشهامة. إذا معنيها لبنات مصطفى بن بمعيد والمجاهدين كبار المجاهدين والمشرفين أخوات. هنيئا لكم. إذا ألف مبروك للجائزة المرتبة الأولى. إذا نمر مباشرة إلى الجائزة الأولى. يا ترى من يحتل المرتبة الأولى؟ من صنعت صورته، من صنعت هذه المكانة، من التقط أحسن صورة في هذا الصالون، من كانت كاميرته أو عدسته مصوبة نحو أفضل صورة في الصالون الوطني الذي يحمل جمال بلد. يا ترى من يكون؟ من مباشرة إلى عضو جلسة التحكيم فرار عبد الرؤوف. فرار عبد الرؤوف هو من سيعلن عن من احتل المرتبة الأولى في الصالون الوطني للصور الفوتوغرافية. فليتفضل مشكور. شكرا لك. المرشحون للجائزة الأولى وهم كالتوالي: فتيحة بن حشاني باتنا التي نالت المرتبة الثانية، بشير بنزين من ولاية غردايا، طارق بن مخلوف من ولاية جيجل، رفيق ديلمي من قسنطينة، فلا جنان من سكيدة، ومحمد قدوري من ولاية وادسوف. والجائزة تم منحها لفنان متميز وخليق. كانت الأيام برفقته جميلة جدا وأمتعنا وأبهرنا
قال في أعماله هو من مدينة عروس البحر الأبيض المتوسط، من مدينة جيجل. قيمتها 20,000 دينار. على العلم أن جائزة مقدمة من طرف شركة تيجان ورئيسها مداسي محمد ياسين، فليتفضل مشكور. الجائزة المقدمة بمليونان سنتيم، مليوني سنتيم تقدم لفائز الأول من مدينة جيجل سويقة حرة، ومعنيا بالمرتب الأول سويقة حرة من جمهورنا الحبيب. شركة تيجان هي التي أرادت أن تحتفل الهدف اليوم وتكرم أفضل مصور في الصالون الفوتوغرافي الذي هنا يقيم في المركز الثقافي مرانا. إذا فليتقدم هنا أصحاب المراتب الثلاثة الذين كرموا الآن، فليتقدم هنا إلى المنصة لالتقاط صورة تذكارية مع لجنة التحكيم، فليتفضلوا مشكورين. سويقة حرة للفائزين الثلاث من مختلف ولايات الوطن. إذا سويقة حرة للفائزين والمكرمين من طرف المركز الثقافي المدينة. إذا حفلتنا ما زالت متواصلة والتكريمات ما زالت متواصلة. الآن مع فاصل موسيقي مع فرقة ميوزيك التي حضرت معنا اليوم، ولها ألف تحية على هذا الأداء الرائع والممتاز. حفلتنا ما زالت مستمرة، والآن تسويقها لفرقة ميوزيك مع أغنية جديدة تسويقة حرة. تسويقة كلكم نايمين، تسويقة حرة لفرقة. هكذا يكون تسويق. شكرا. شكرا، يعطيكم الصحة ومبارك على الفائزين. يعطيكم الصحة وبارك الله. عقبال ان شاء الله للجميع ان شاء الله. والفوز في الجميع ان شاء الله. هذا السلسله هذا نجح قرص الرجال. صح. علي